انا مش حرامية وما سرقتش حد. ايه اللي حصل مع غادة عبد الرازق ومين اللي بيتهمها بالسرقة؟ خلينا نقول لكم في البداية ان في شركة تنظيم رحلات كتبت على انستجرام عايزين فلوسنا من غادة عبد الرازق، خدت مننا 3 مليون جنيه. وده طبعا اتهام صعب وخطير جدا. ده كمان في دعوة قضائية هتترفع عليها هي وبنتها روتانا. القصة بدأت لما غادة وبنتها قرروا يسافروا باريس، وهناك اتفقوا مع شركة انها تنظم لهم كل شيء وتدفع لهم التكاليف كمان. وفعلا الشركة عملت كل ده، لكن الصدمة بقى لما الشركة طلبت من غادة وبنتها فلوس الرحلة اللي وصلت تكلفتها ل3 مليون جنيه. غادة ما ردتش عليهم وما دفعتش جنيه للشركة، وبعد محاولات كتير قرر المسؤولين انهم يحكوا اللي حصل معاهم، وقالوا انهم هياخدوا كل الاجراءات القانونية ضد غادة وبنتها. غادة بقى طلعت وقالت انها هترفع قضية تشهير عليهم وانها مش حرامية ومش هتسيب